جيبي كاس فرينة وحبة بيض، راح تحضري كمية كبيرة والقرمشة مضمونة، متأكدة 100% ما راح يبقى منها ولا حبة. احتفظي بيها باه كي تحتاجيها ما تحوسيش عليها. ما تنسونيش بجمل الفيديو وتعليق حلو كيما قلوبكم، ونقولوا بسم الله ونبدأ وصفتنا. نحتاج هنا كاس فرينة، تكون هاد الفرينة مغربلة في هذيك الدقيقة. الكاس هنا تاع 220 ملي. هنا راح ديروا حفرة في الوسط وراح تزيدوا ملعقة كبيرة من نشاء الذرة أو المايزينا، تكون الملعقة مملوءة جيدا. نزيدوا مغرفة كبيرة معمرة خميرة كيميائية وخميرة الكاطو بنفس الملعقة، ملعقة تكون كبيرة. هنا راح تزيدوا رشة الملح اللي تعطيكم توازن في المذاق. راح تخلطوا هذه النواشف كامل مع بعض ونديروا حفرة في الوسط. جبتوها من قبل من الثلاجة. راح تكسروا هذيك البيضة وتحطوها في الوسط. نزيدوا فوقها ملعقة كبيرة تاع خل أبيض، بنفس الملعقة كما قلت لكم تكملوا بها جميع المكونات. هنا تزيدوا هذيك الملعقة فوق البيضة. حتزيدوا هنا مغرفة صغيرة تكون مملوءة جيدا بالفانيليا وتزيدوها على هذيك البيضة. راح نضيفوا ايضا مكون واحد اخر اللي هي الزيت النباتي، نزيدوا هنا ملعقة كبيرة كما قلت لكم بنفس الملعقة. راح تكملوا كامل المكونات تاعكم. نخلطوا البيضة مع الخل والفانيليا والزيت وبعدها نحاولوا ندخلوها في هذيك الفرينة. نحاول نعجن بيدي او نلمها فقط، ما نعجنها ما والو، نحاولوا نلموها بيدينا. هنا راح نديروا بنفس الكاس نديروا ربع كأس تاع ماء الزهر، واذا حبيتوا تزيدوا له شويه ماء وتلموا العجين تاعكم حتى تولي عندكم عجينه طريه. هنا تحصلت على كرة من العجين الطري. هنايا عجنتها شوية برك مدة دقيقتين فقط، ونرش هنا على سطح العمل مايزينا ونزيد من فوقها ايضا لانها راح تعود تلصق لكم. هنا الاولين راح يجوكم شوية مش راح يتنفخوا، لكن اللي بعدهم راح يتنفخوا لكم ويجوكم بزاف ملاح. انا سرعت لكم الفيديو باه ما يجيكمش طويل. ها هي كيف جاتكم، شوفوا كيف حمراء وجات كميه ما شاء الله. كاس فرينه فقط وبيضه، وشوفوا واش درت لنا. هنا تحبوا تخدموا لهم شربات شويه ثقيله ولا ديروا لهم عسل كيما انا. واللي حبت وصفه العسل راهي كيما قلت لكم وصفه ناجحه مليار بالمية، راهي كاينه في القناه. ترجع للقناه راح تلقاها، توجدوها لرمضان تقعد لكم مده عام بلا ما تتسكر بلا. وهنا ترشوا فوقهم العسل او تعسلوهم كيما تحبوا. انا فضلت اني نرشهم فقط. وهنا زدت لهم لمسه ولا رشه من الجنجلان يكون محمص، راح يعطيهم طعم ولا اروع. ودوك نقسم معكم وحده باه تشوفوا. شوفوا كيف تنفخت، ها كيف جات مقرمشه بزاف بنين يا البنات. وهذه هي وصفتنا سهله مهله مكونة